السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قاسم بثاني مقطع بالقناة. أنا مخطط صراحة إني أجلس أقول أول مقطع، ثاني مقطع، ثالث مقطع، رابع مقطع، لما نوصل للمقطع 100 أو نوصل 100,000 مشترك. أجلس أعد كذا بشكل غبي وفاهم كيف. المهم لازم نوصل 100,000 مشترك. إذا وصلنا 100,000 مشترك بس بوقف يعني إني أقول هذا الشيء، بنتذكر إنترو جديد يعني. فهمتوا كيف؟ وشكرا على تحفيزكم. صراحة أبدا ما توقعت إنه أول مقطع في القناة يجيب تقريبا 100 مشاهدة. أنا متعود إنه مقاطع اليوتيوب كأول مقطع في القناة بالكثير يجيب 0 مشاهدة يا رجال. والله العظيم إني لو كنت داري إنه بيجيب ذا العدد من المشاهدات كان يعني رتبته بشكل أفضل، أنتجته بشكل أفضل. لكن واضح إنه عجبكم الأسلوب العفوي، الأسلوب المريح، الكلام السريع. فهمتوا كيف؟ فدام هذا الشيء عجبكم خلونا نستمر. وشكرا على تعليقاتكم المحفزة صراحة، يعني صراحة فهمتوا كيف؟ تخلي الواحد يفرح. وكمان يعني شوف الحلاقة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حلقت أمس ولازم يعني فهمتوا كيف نتفبرك شوية عليكم. فأنا اليوم جاي أقص لكم قصة عن كرة القدم، عن حياتي وكيف مريت في مرحلة من أسوأ المراحل في حياتي من الشتات والضياع. فهمتوا كيف؟ رغم إني كنت ملتزم فيها لكن أبدا ما توفقت. مقطع إن شاء الله يكون سريع خفيف بسيط، على قلبك يا عسل. ويلا خلينا نبدأ. طيب في البداية يا شباب، أنا في مرة من المرات كنت متمدد على الفراش، أقسم بالله لما الآن أذكر هاللحظة. وأرسل لي صاحبي مسج يجلس يقول لي فيه: يا قاسم إيش رأيك تدخل مجال الكبة؟ هو طبعا كان يبدأ في موضوع الكبة وبدأ في اللعب وبدأ في الأشياء هذه. احنا كنا ماخذين الكرة كرياضة يعني تلعبها وأنت طفل، فهمت؟ خلاص يعني. بس لما صاحبي قال لي ذا الشيء قلت طيب ليش ما نجربش؟ إيش في إيش المشكلة؟ أنا إنسان أحب التجارب، أجلس أجرب أي حاجة. طبعا ما عدا اليوتيوب أنا معتبره الالتزام صراحة، مع إنه يعني تجربة والتزام في نفس الوقت، لكن أحب أجرب كل حاجة وأي حاجة. فعموما لحظتها قلت ليش طيب، ودخلت المجال. كيف دخلته؟ بالبداية أول أسبوع كنت أتدرب تدريبات منزلية. طبعا لما الآن لو يعني الآن لما أشوف التدريبات هذه الشيء أعطيه نفسي يعني فهمت كيف؟ كف كذا قوي أبو حامد، عشان استوعب ان التدريبات كانت خرا كثير. شوف مقطع باليوتيوب تدريبات كريستيانو رونالدو، هيا تعال مدري ايش، انا ادخل واعطيها ثاني ما افكرش ولا اي حاجه. فعموما يا شباب، بعد ما سويت هذا الشيء وتفرجت فيديوهات يوتيوب وتدربت لمده اسبوع، كلمت جدي واهلي قلت لهم انا ناوي ادخل في الموضوع، ناوي ادخل نادي. قالوا لي خلينا طيب. اقترحوا لي اكثر من نادي، وطبعا اصحابي واصدقائي والناس اللي اعرفهم اقترحوا لي اكثر من نادي. قلت يعني في نادي كذا عجبني كذا مميز، حسيت انه فيه له مستقبل وفهمتوا كيف شيء مشرق. فقلت ليش ما اجربش هذا الشيء؟ عادي يعني تجربة مميزة وحلوة وجديدة ما في فيها مشكلة. دخلت نادي بنسميه نادي الأهلي، من جاري ايش دخل الأهلي، بس خلينا نسميه نادي الأهلي، طبعا بيقع تسفيل. المهم لما دخلت نادي الأهلي هذا، أول يوم أو يومين ما كنتش يعني كنت أتدرب بس حتى بديل في التدريبات، يعني حتى لما يحصل قسمة بين الفريقين، يعني يقسموا بين أول وثاني وثالث، كان المدرب ما يدخل الجدد أبدا. فهمتوا كيف؟ كان يدخلني بالبداية بالتدريبات الأولية، التسخين التحمية وبس، خليني بعدين أجلس أتابع لهم. المدرب هذا تفكيره يعني سطحي كثير، ما يهتم ما يهتمش لمدى لعبك أو قوتك في اللعب أو شيء زي كذا. يهتم بس إلى حاجة واحدة، وهي أقدميتك. كل ما كنت أقدم كل ما كان لك مكانة مميزة أكثر في الفريق. وأنا يعني مش معترض على هذا الشيء، لكن إذا شفت ناس لعيبة يعني مثلا تقدر تشاركهم أساسيين مثلا ما يحصلش حاجة، يعني فهمت كيف؟ طبعا ما أتطرق لها في المستقبل. عموما بعد ما دخلت هذا النادي وأكلت خرا بمعنى الكلمة، يعني تدريبات 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 تدريبات. أذكر في مرة من المرات يوم الجمعة صباحا في نفس هذا اليوم بنفس هذا التوقيت، قال لنا تعالوا بعد صلاة الفجر مباشرة تدريب في ملعب. رحنا تدربنا، ملعب ترابي وثقيل ومتعب، وخلاني بحارس قدام الشمس حرفيا. قلت لي ضربة شمس كنت بدوخ، وبعدين مرضت أسبوع وحصل لي حاجات كثير أنا مش داري السبب. هل يعني الشمس الدرجة دي مضرة ويمكن تصلح لك حمى ويمكن تصلح لك أشياء كثير؟ ماش داري صراحة، لكن الموضوع كان متعب صراحة نفسيا وعقليا وجسديا. فهمتوا كيف؟ بعدين بدأ يدخلني بالتقسيمة أو القسمة أو المباراة التدريبية اللي تحصل بين الاثنين بالفريق. بدأ يدخلني في الموضوع هذا، وأنا صراحة فهمتوا كيف يعني أدرينالين فوق مرتفع ومدري إيش.
أول ما رحت أول يوم حرفيا أكلت خرا، حرفيا اتدرب تدريب اندعست فيه دعس بشكل مش طبيعي. كان الوضع قعثة، متعب، منهك، ايش كل حاجة كوكتيل على كيفك صدقا. كان يعني الموضوع مشكل لي يعني كان كيف عقدة. كل ما اروح اتدرب مستواي زفت كثير كمهاجم، اقول خلاص بطلت تدريبات ما فيش داعي اتدرب لانه المستوى كثير خرا. فهمتوا كيف؟ بعدين ذيك الفترة مع المستوى الخرا ومع التدريبات القاسية ومع المدرب يعني اللي ما كانش يخليني ادخل، كنت احاول قدر المستطاع اني اسال المدرب اسئلة كثير. كيف؟ يعني كنت اقول له يا مدرب السلام عليكم، ايش الاخطاء اللي في بي اللي ما خلتني مستواي كذا قوي، او ايش الاخطاء اللي ما خلتني اشارك في القسم، او ايش الاشياء اللي لازم اسويها عشان ادخل انا يعني ادخل تشكيل اساسي. بس مش بالطريقه هذا كله يعني تجميع سؤال واحد. فهمتوا كيف؟ كنت اسال هذا السؤال على مدار اسبوعين. فهمتوا كيف؟ عشان اتاكد واطور نفسي واعرف ايش مشكلتي. وكان دائما يقول لي شيء لما انا اذكره: التمريرات عندك فيها خلل يا قاسم، التمريرات عندك فيها خلل يا قاسم. اجيت بعدين قلت والله اطرح كل حاجه بس مسكت التمريرات عشان اعرف ايش المشكله ايش فهمتوا كيف؟ ايش دخل التمريرات؟ انا مهاجم راس حربة المعلوميه، ايش دخل التمريرات في الموضوع؟ مدري. المهم قسيت مرة على التمريرات بشكل يعني فهمتوا كيف؟ فاجر على قولة اخواننا المصريين، بشكل فاجر بشكل مش طبيعي. بعد ما تمرنت وتعبت نفسي وارهقت نفسي بالتمرين، اروح اقول له طيب يا مدرب بعد اسبوعين طبعا من التدريب او 3 اسابيع، حرفيا كانت تمريراتي زي يعني شفتوا مودريتش كان يتصل بي كان يقول لي الو كيف حالك يا قاسم. مودريتش كان يتصل بي شخصيا كان يقول لي يا قاسم علمني كيف تمرر هذه التمريرات. عموما كانت تمريراتي جدا اسطوريه صراحه، بس ابدا ما دخلنيش. ليش يا مدرب؟ انا ايش سويت يا مدرب؟ يعني فهمت كيف يا مدرب؟ انا اشتري لاعب عالمي ومدري ايش. والله يعني تمريراتك زفت. يعني حسيته كان يسلك لي بعد ما طورت تمريرات، وكانت تمريراتي قويه من صدق، صحابي يمدحوني فيها. فايش سويت؟ عموما يا شباب بعد ما سويت هذا الشيء وارهقت نفسي في موضوع التمريرات والتدريبات والمدري ايش والالخ، افكار وسواسيه تجيلي مثل يا قاسم ما فيش داعي تتمرن، يا قاسم ارجع اليوتيوب. انا طبعا كنت ذيك الايام فاتح قناه يوتيوب، لكن بسبب مشكله حصلت لي كبيره جدا ما قدرت اكمل اليوتيوب. طبعا اقدر اقول لكم القصه في مقطع منفصل، ما في فيش طابع اقولها الان عشان ما يطولش طول المقطع، وعشان كمان نجيب مشاهدات اكثر ونجيب فيوز اكثر ومشتركين اكثر. فهمت؟ انا همي فهمت مشاهدات. انا انسان وسخ كثير، من اقذر الناس اللي تشوفون في حياتك كهبل. لكن من وقتها يا شباب ادركت بلحظه انه انا اللي قاعد اسويه غلط، انه النادي اللي قاعد ادخله غلط، انه الاشياء اللي قاعد اسويها كلها غلط على غلط، انه كنت باليوتيوب ناجح زمان. وطبعا كانت قناه علنيه عكس هذه القناه السريه اللي اقدر اخذ راحتي في المحتوى. ف يا قاسم ايش قاعد تسوي؟ يا قاسم فكر، عيد التفكير. الى يوم من الايام كان العصر الذهني هذا في راسي، عصر كذا زي الليمون. رحنا تمرين في احد السواحل. بعد ما رحنا التمرين هذا تمرنا وقعدنا واكلنا خرا، ومدرب قعد بشكل مش طبيعي. روحت وسالت المدرب قلت له ايش الغلط اللي فهمت كيف اللي فيه. طبعا اني ما سالت هذا السؤال الا يعني مره فهمت كيف مره بالشهر مدري ايه. وذيك الفتره وقفت اني اسال، حسيت اني ضغطت عليه. لما سالته هذا السؤال بعد يمكن اسبوعين 3 اسابيع، 3 اسابيع 4 اسابيع، كنت ملاحظ انه في تعامل مختلف بين المدرب. ما يعاملش كسواسية، يعامل على الأقدمية، رغم انه كان لي ذاك الوقت 6 اشهر يمكن 7 اشهر. رغم ذا يفضل كثير عني من التدريبات كتعامل خارج التدريبات. فهمتوا كيف؟ حتى في التدريبات يعني الموضوع يدخل بشكل او غير اخر، لكن كان كمان في تعامل مختلف. فيعني انا ما مش مدرب، مش مجبر انه اخلي حد يحبني. عادي ما حبني الله اكبر عليه، ما يحصلش حاجه. حبني اهلا وسهلا، ما عندي مشكله، ما يفرقش الموضوع ابدا عندي. فهمتوا كيف؟ انه حد يحبني ولا ما يحبني. فهذا يا شباب اخر الفيديو، طبعا لانه الفيديو بيكون منه جزئين، جزء اول وجزء ثاني. اذا شفت هذا الفيديو على اقبال وفي التعليقات طلب من الجزء الثاني، ابشروا من عين اليمين قبل اليسار. لكن اذا شفت انه الموضوع عادي ما اتوقعش يعني انه فهمتوا كيف اعيد جزء ثاني، او يمكن اعيده في المستقبل البعيد. اعذرونا نعذركم ان طولنا في هذا المقطع. لايك، اشتراك، اذا عجبك المحتوى قل لي اذا ما عجبك، او في انتقاد بناء تقدر تنتقدني فيه اكتب في التعليقات.
الخانة مخصصة لكم فقط كاملة، سووا اللي تشتيه ما عدا إنك تسب أو تنتقد نقد غير بناء ونقد تهجمي. وسلامتك يا عزيزي المتابع.